اهلا بيكم يا حلوين، فيديو جديد. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن كتب المراجعات النهائيه، وهقول لكم انا جبت ايه وهعمل ايه ان شاء الله فتره المراجعات النهائيه. بصوا، بما ان احنا فاضل لنا شهر واحد على المنهج ونخلص الحمد لله. انا بدات احجز الكتب ديت من شهر 3. انا كنت بحجزها الاول، ما روحتش جبتها من مكتبه يعني. فحجزت وجبت كتاب الامتحان. انا جايبه لكل ماده كتاب واحد بس. بلاش فكره ان احنا نجيبه كتابين وتلاتة في كل ماده، دي حاجه هتشتتنا جدا وكمان هتخلينا متوترين طول الوقت ان احنا عايزين نخلصه ده وده وده. فانا استكفيت بكتاب واحد بس في كل ماده، هو كتاب الامتحان. اشمعنى اخترت كتاب الامتحان؟ انا متعوده عليه من ايام المنهج اصلا. كنت بحل مع المدرسين في المنصات وكده. انا في المنهج ما كنتش جايبه كتب غير كتب المدرسين، يعني كنت جايبه كتب المدرسين بس ومستكفيه بيهم. ساعات لما ببقى فاضيه او كده ممكن اسمع فيديو لحل كتاب الامتحان او كتاب التفوق او كده. بس بما اننا هنبدأ مراجعه وخلاص، فحبيت ان انا اجيب كتاب تاني غير كتاب المدرسين. فانا حجزتهم من بدري، فما حبيتش ان انا استكفي بكتب المدرسين في فترة المراجعات، عشان انا عايزة احل اكبر كم من الاسئلة وكده، وعايزين نتدربوا اكتر يعني. فاكر جبت كتاب الامتحان. هو كتاب بنك الاسئلة، متقسم لفصول كده، اسئلة على كل فصول. وكمان الامتحانات بقى اللي جت في دور اول ودور تاني ل2025، ونماذج امتحانات ثانوية عامة على المنهج كله ده كده من بره. فحبيت ان هو متقسم بالطريقة كويسة جدا. وكمان انا كتاب الامتحان متعودة عليه اصلا، مش من السنة دي بس، على طول كنت بجيبه. جبت كتاب امتحان لكل مادة. وبالنسبة للانجليش هجيب كتاب المعاصر. انا جبت كتاب الاحياء اهوت، وبالجزء الاجابات بتاعته، وده الكيمياء. وده برضو كل كتاب جاي معاه الاجابات بتاعته. كل كتاب متقسم بالطريقه اللي انا قلتها لكم، ان هو اسئله متقسمه على الفصول، بعد كده نماذج الامتحانات. وده الفيزياء، هو اكبر كتاب فيهم كتاب الفيزياء. واخر حاجه كتاب العربي. في ناس بقى بتحب في الكيمياء وكده بتحب نجيب كتاب التفوق او كتاب المندليف. كتاب مندليف اسهل بكتير من كتاب الامتحان. فانا متعودة اكتر على كتاب الامتحان يعني. وبالنسبة لكتاب التفوق كل الناس بتقول عليه ان هو صعب واسئلته صعبة. انا ما جربتوش بصراحة، وما حبيتش ان انا اغير يعني على المراجعات. حبيت اجيب الكتاب ان انا متعودة عليه، وجبت كله نوع واحد. وزي ما قلت لكم في الانجليش هجيب كتاب المعاصر، وان شاء الله هجيب عليهم كتب المدرسين. مستر محمد ايمن كان منزل من فترة بوست كده بيقول ان يعني مش محتاجين نجيبوا كتب تانية، كتب خارجية تانية، هو هيلم كله. بس انا كنت اساسا حجزت الكتاب ده، وقلت مش مهم ان انا ابقى احل منه اللي اقدر عليه وكده. فاحنا ممكن كمان اللي عايز يستنى لحد ما المدرسين تنزل خطط المراجعات بقى والكتب بتاعتها، وتشوفوا هل انتوا محتاجين كتب تانية عليها ولا لأ. عشان في مدرسين زي مستر محمد ايمن وكده بيلم الاسئلة كلها من جميع الكتب، الامتحان والتفوق ومندليف وكده. فانتوا لو حابين تستنوا تشوفوا الكتب تمام، بس انا حبيت اجيبهم دلوقتي عشان ما يخلصوش من المكتبات وكده. وكمان ان احنا لازم يكون عندنا حاجة اضافية بنبص عليها من فترة للتانية. وبالنسبة للامتحانات احنا لازم نحل امتحانات على المنهج كله كتير. فحبيت ان انا اجيب كتاب واحد. طبعا انا هستكفي بده، مش هجيب ان شاء الله يعني كتاب تاني، وهحاول ان انا اخلصهم على قد ما اقدر. وكمان ان انا اكون ماشية مع المدرسين في الكتب بتاعتهم وكده. وفي حاجة كمان عايزة اتكلم معاكم فيها، ان مستر محمد صلاح المنفذ اللي انا بجيب منه الكتب بتاعته فتح الحجز للكتاب، بس لسه مفيش اي تفاصيل. كل اللي اعرفه ان هو تقريبا الحجز بتاعه في حدود 250 جنيه.
فتعالوا دلوقتي اقول لكم على اسعار الكتب اللي انا جايباها. بصوا كتاب العربي كان سعره 225 اهوت. بس كل كتاب عليه خصم 10%. مش عارفة دي المكتبة اللي انا جبتها بس ولا كل المكتبات بتعمل كده، يعني 10% خصم على السعر ده. وبالنسبة لكتاب الفيزياء كان سعره 300 جنيه بالظبط. وكتاب الكيمياء سعره 250 جنيه. وبالنسبة لكتاب الأحياء سعره برضه 300 جنيه. بالنسبة لكتاب المعاصر بقى أنا لسه حجزته بس لسه معرفش عنه حاجة، فإن شاء الله هبقى اوريهولكوا يعني. انا كنت بحاول اشوف ناس خلصت ثانويه عامه وناس جابت درجات وكده واشوف رايهم ايه في موضوع الكتب. فمعظم الناس كانت بتقول ان هو كتاب واحد كفايه عشان ما نشتتوش نفسنا غير كتب المدرسين. وكتاب الخارجي ممكن ان احنا نحله فيه الامتحانات الاضافيه بس مش شرط ان احنا نحله الاسئله على كل فصل. فهنشوف هنحاول ان شاء الله نخلصه على قد ما نقدره. وممكن احنا كمان في الفترة ديت نحل كتب من دي على كل فصل نخلصوه. يعني مثلا خلصنا احنا الدعامة، خلصنا الهرمونات، خلصنا التكاثر في الأحياء وكده، نبدأوا نحلوا الأسئلة اللي هي على كل فصل عشان لو ما جاش في وقت المراجعات نحلوها نكون احنا مخلصينها. وكمان كتدريب مش لازم ان احنا قبل ما نحل نراجع على المنهج القديم، احنا طبعا اكيد ناسيين كل حاجة، احنا بس نفكر نفسنا بالاسئلة ومش مهم نغلط قد ايه وكده، بس من باب ان احنا نراجع على قد ما نقدر، ما نكونش ان احنا ما نفتحوا المواد من جديد، المناهج من جديد في ايام المراجعة. ممكن مثلا ناخده في اليوم نص ساعة بس نحله على القديم من الكتب ديت. بس اهم حاجة في الفترة اللي احنا فيها دي بمناسبة ان احنا خلاص اخر شهر وهنخلصه، ان احنا نمشي كويس مع المدرسين وما نراكمش ابدا. ولو لسه ما بدأناش مواد مثلا زي المواد الإضافية وكده نبدأوا ونخلصوها على قد ما نقدروا. ده اهم من ان احنا نراجع دلوقتي. بالنسبة للناس اللي كانت بتسألني هو احنا مش المفروض نراجع، لا احنا هنستنوا مع المدرسين ونمشوا معاهم عادي جدا، هم هيعملوا الخطط بتاعتهم والنظام بتاعهم، احنا مش مطالب مننا بس ان احنا غير ان احنا نمشوا معاهم. بس يا حلوين ده كان الفيديو بتاعنا. قولولي رأيكم في الكتب وقولولي ان كمان هتجيبوا كتب ايه انتوا. يلا استنوني فيديو جديد. باي باي.